حياكم الله. فيديو جديد، وهنتكلم النهاردة عن حاجة غالبا محدش بيتكلم عنها ولا حد هيتكلم عنها. معرفش ليه بس أنا حبيت أتكلم عنها. في أوقات كتير حاجة بتحصل أغلب 90-80% من الرجالة، بس قليل جدا من الرجالة اللي بيقول الحاجة دي بصوت عالي للناس اللي حواليه. تحس إن هو مش هينفع يقولها. حتة فكرة التبلد العاطفي، أو إن أنت مبقتش تحس بحاجة بعد شوية تفكير في الموضوع. عرفت إن في الأغلب هو أنت بس، مش معنى ده كده إن أنت بقيت قاسي أو بارد. ده غالبا معناه إن مخك بيحاول يحميك يعني، أو بيقفل شوية لما الضغط الخوف يبقى أكبر من قدره إن مخك يستوعبه. بيقولك نقفل الإحساس. أنا شخصيا حصلت معايا حاجة من كام يوم، يعني مش هينفع أحكي يعني، بس بجد كنتش حاسس بأي حاجة. آم، إنك إنك تحس إنك مفروض تبقى ثابت عشان خاطر أنت راجل، تمام، وإن إحساسك ملوش أولوية قصاد الموقف. دي حاجة كويسة لأن أنت راجل، بس في نفس الوقت هتحس في اللحظة دي إن أنت بتفقد إنسانيتك أو بتفقد براءتك، وبتبقى مجرد جسد بلا روح. طب ده بيحصل ليه طيب؟ غالبا بسبب فكرة آه، بتدي فوق نفسك بزيادة، الكلام العبيط ده كله. بس متقلقش، انت بتحس، وعشان تهدى. الرجالة رومانسية أكتر من الستات 1000 مرة. المهم، آه ما تحسسش نفسك بذنب بإن أنت مش حاسس حاجة، وتقول مثلا إزاي الموقف الصعب ده أنا مش حاسس بأي حاجة. يعني أنت مش متأثر أو مش خايف، واللي كل اللي حواليك مثلا اخواتك بيصوتوا وبيعيطوا، فتبدأ تشك في نفسك. يعني تبدأ تشك ان انت بتكره الناس دي، او ان انت مش خايف، او الناس دي ملهوش مكان في قلبك. بس هو الاحساس دايما ما بيطلعش في وقت، ممكن يطلع بعدين. بالرغم ان انت حتى لو تخيلت ان الناس دي مش موجودة في حياتك، عينيك هتبدأ تغير غالبا يعني. فأوقات كتير الموقف ما بيبقاش ليه علاقة بالإحساس، لأنه مبيبقاش موقف وبيعدي، بيبقى في ضغط، تحمل مسؤولية، ولازم تبقى قد اللي انت فيه. في نفس الوقت برضو محدش بيسألك كراجل انت عامل ايه. بجد والله يعني محدش بيسألك. السؤال دايما بيبقى مثلا لو في مشكلة عملت ايه في المشكلة، او فلان عامل ايه، والدنيا تمام. طبيعي انت راجل فهتقول اه تمام، بس انت برضو بتيجي اخر كل يوم بتنسى نفسك، تبدأ بقى تتشغل في اي حاجة تاني ملهاش اي لازمة. ممكن هنا نلاقي حل بسيط. انت هقولك، انت هنا مش اقل احساس مثلا، لا، انت بس كتوم اكتر كراجل. دي حاجة بترفع من قيمتك كراجل. الكتم ده بيخليك تبقى في حاجة كده، عدم الاحساس.
وده مش حكم مؤبد يعني، لأ ده هو فترة وهتعدي. بس الحل هنا إن أنت هتيجي آخر كل يوم تسأل نفسك، ممكن تكتب يعني كنصيحة مني أو كتجربة. أفضل حل هنا بيبقى هو الكتابة، وتبدأ تكتب وتسأل نفسك أنت عامل إيه النهاردة، أنت عملت إيه النهاردة، أنت حاسس بإيه. تبدأ تراجع أنت ليه عملت كده، وكان المفروض تعمل إيه. الموضوع مش إن أنت تبقى عم فيلسوف بقى والكلام اللي أنت هتسمعه، لأ خالص. هو أنت بس بترتب أفكارك. ليه؟ إذا كانت السوشيال ميديا ريلز بقى والكلام السريع ده كله مش مديك فرصة إن أنت حتى تفكر. فأنت المفروض تبدأ ترتب أفكارك بحاجة أبطأ. مفيش حاجة هتمسك أفكارك غير الكتابة، عشان أنت هتكتب بالراحة يعني كده. تبدأ تسأل نفسك أنا عملت إيه النهاردة؟ طب الرد الفعل ده كان كويس ولا لأ؟ كان المفروض أعمله ولا لأ؟ وده مش هيظبط برضه عندك حتة الإحساس بس يعني ده هيظبط عندك حاجات كتير قوي. زي مثلا إن أنت بعد كده لو الموقف ده اتكرر حاجة شبهه أو زيه، هتبقى عارف أنت هتتصرف إزاي، هتبقى عارف أنت هتعمل إيه. ليه أنت الموقف ده أنت رجعته، أنت غلطت قبل كده فيه، أنت عملت الغلط ده وعرفت إن الصح يبقى كذا. رد فعل مثلا في أوقات كتير، مثلا بتبقى مع أصحابك في الجامعة وبتبقوا بتتكلموا كده، فأنت هنا بتعمل رد فعل بيبقى على أي حاجة، مثلا موقف حاجة، فأنت بتعبر. بس اللي أنت مش واخد بالك منه إن تعبيرك هنا بيبقى أوفر، أوفر بجد. وبتبان إن أنت كلاون، بتبان إن أنت عيل، نقدر نقول عيل. بس حاول تخليك ثابت. يعني أنت مش هتتحكم في الناس، ولا هتتحكم في الناس تضايقك إزاي. كده كده الناس هتضايقك، أنت مش هتتحكم في كل ده. بس الحاجة الوحيدة اللي أنت تقدر تتحكم فيها هو رد فعلك. هل الشخص اللي قدامك ده يستاهل إن أنت تديله رد فعل ولا لأ؟ بس خلي بالك، الشخص ده لو هانك أو قل من كرامتك شخص شد. أنا ما بحرضش على العنف ولا الكلام العبيط ده كله، لأ. أنا بقول لك حاجة حقيقية، لأن أنت لازم تبقى واخد بالك كويس قيمتك لو قلت في نظرك، حاجة وحشة أوي بينك وبين نفسك. تمام. وفكرة إن أنت تيجي بعدين بعد ما الموقف يعدي في فترة وتحس لو أنت كنت متضايق ساعتها أو تحس بالإحساس بقى، عادي. عادي، مخك بقى هنا قالك إيه، الخطر راح، الدنيا هديت وبتاع، فخلاص. بص، الفترة اللي جاية هبدأ أنزل فيديوهات حلوة عنك أنت كراجل، وإزاي تبدأ تفهم نفسك، والدنيا غريبة والرجالة جواها حاجات أغرب. وما تقلقش يا صديقي، أنت مش لوحدك في الحتة دي. في غيرك كتير وكتير وكتير من الناس مزنوقين في نفس الحاجة، الزون اللي هم مزنوقين فيها. زي مثلا إن هو يبقى كل يوم بالليل بيفكر إن هو يغير حياته. متقلقش، الفترة الجاية أنا وأنت نساعد بعض إن إحنا نبقى حد أحلى بكتير. وبس، وبكده نكون في نهاية الفيديو بتاعنا. متنساش اللايك، سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.